سلام. الفيديو تاع اليوم راح نحضروا مع بعضنا healthy snack للناس اللي حابه تنقص سكريات، اللي حابه تنقص من استهلاك لي بسكوي والجاتوهات. يصلح للكبار وحتى الاطفال الصغار. راح نسيو نحضروا الطريقة مع بعض ونعطيكم بعض المعلومات على المكونات. لهنا حطيت فول سوداني وجوز كسرته كيما هكا. تحبوا تحطوا اي مكسرات نتوما تحبوها. خيار الزبيب الاسود لهنا قطعته، جلجلانية او سمسم محمص. حطيت ثاني زبدة الفول السوداني، مغرفة من الكاكاو. ضفت لهنا العسل باش نحليو السناك تاعنا ما يكونش صامت. ممكن تبدلوه بالدبس التمر او الخروب او حاجه كيما هكا. ضفنا الشوفان اللي هو تقريبا المكون الاساسي باش نلمو هاد السناك. حطيت سيرو اللي ممكن تعوضوه ثاني بالفانيليا، وحطيت القرفة، واخيرا البيضة اللي حنلمو بها كل هذه المكونات. السيرو تقريبا والقرفة ضفتهم باش ما تبانش ريحة العظام في الوصفة. هادو هما المكونات وهذه هي الوصفة. جد سهلة جد سريعة، يعني المكونات اللي عندك، المكونات اللي تحبيهم تحطيهم بشرط او من الأحسن يكونوا كامل حوايج عندهم منفعة او عندهم فائدة. لهنا بركة راح نمد معلومات على السريع على هاد المكونات. عندنا الشوفان غني جدا بالبروتين، الألياف، بالمعادن. عندنا الزبيب غني جدا بالحديد. عندنا زبدة الفول السوداني غنية جدا بالدهون الغير مشبعة يعني المفيدة. عندنا الجوز غني بالزنك والمعادن. عندنا الفول السوداني ثاني غني بالدهون المفيدة. عندنا ثاني الجلجلانية غنية جدا بالكالسيوم بالإضافة إلى المعادن الأخرى. وش ضفنا ثاني؟ عندنا الكاكاو مفيد جدا للذاكرة. القرفة مفيدة جدا لضبط نسبة السكر في الدم، ولا غنية جدا بمضادات الأكسدة القرفة. المفروض هادو هما المكونات اللي حطيتهم انا في السناك تاعي. نجيبو بلاطو على حسب الكمية اللي درناها، نجيبو بابي كويسون اللي هو ورق الطهي فرشوه، نحطو السناك تاعنا، نسيو نعدلوه هكا. هو مش حيجي يعني الشكل بيرفكت بصح المفيد انه السناك يكون الذوق تاعو مليح، ويكون اهم حاجة انه هيلثي. الطياب تاعو ما يستغرقش وقت، خلاص ميم با دي مينوت تكون الوصفة تاعك جاهزة. تخليه يبرد من بعد تقسميه وتحطيه في بواط وتستهلكيه متى شئتي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله نكون عطيتكم اني دي تاع هيلثي سناك تكون عملية. بلا ما تنساو ديروا جيم الفيديو، ابوني لاشين. سلام.